السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم جبت لكم وصفة الفطائر التركية بحشو بنين روعة. يعني راح تكون بالحشو البطاطا المسلوقة. وهنا اللي كانت باقي الحشو اللي بقى لي درتو المعقودة اللي نعرفوها المعقودة الجزائرية. إذا تابعوا معي الخطوات. إذا ناخذ 2 كيسان تاع ما، ملعقة صغيرة سكر، و2 ملاعق كبيرة خميرة فورية تاع الخبز. ما يكونوش معمرين بزاف. نخلط المكونات تاعي حتى تتجانس مع بعضها. ونضيف نصف ملعقة صغيرة تاع ملح. ونخلط المكونات ديالي مليح. انا الفارينة يعني خدات معايا الفارينة هنا 3 كؤوس، حوالي 3 كؤوس، ولكن حنا نديرو الكاس الاول ونزيدو الكاس الثاني ونخلطو. ودوك نوري لكم القوام اللي راح نتوقفوا عنده، يعني ما نبقاوش نزيدو في الفارينة. هذا الكاس الثالث، يعني انا خدات معايا حوالي 3 كؤوس تاع فارينة. والفارينة اللي استعملت فارينة سفينة، لانه كل فارينة وشحال تاخد ماء. هذا هو القوام اللي باغيه، يبقى كيما هكا، ما تكونش قاصحة وتكون طرية وتكون تلصق. نرجعوا للحشو ديالنا. الحشو ديالنا واش عندنا فيه؟ في الحشو ديالنا واش عندنا بطاطا مسلوقة. فيضنا البطاطا، وبعد ما فيضناها هرسنا هذيك البطاطا وضفنا عليها المعدنوس ودرنا الفلفل الاسود واللي زيبيس كامل. هذا واش كاين. وهنا راه عندنا الفرماج مربي، والفرماج قطعته تاع الشاف، قطعته على شكل مربعات. هذا في الحشو. هنا بعد ما خمرت الخميره ديالي، يعني العجينه تاعي خمرت بعد نصف ساعه، خلوها ترتاح نصف ساعه. هذا هما الحشو اللي راح نديروهم اليوم في الفطائر تاعنا. اذا نشمخ يدي، يعني نبلل شويه يديا بالزيت وناخذ كميه من العجين. حاولوا تصغروا على هذه، يعني تكون اصغر من هذه، لان الفطائر تاعنا جات كبيره، يعني الشكل تاعها جا كبير. اذا حبيت الشكل تاعك يكون صغير معليش، صغري العجينه تاعك، صغري وفتحيها غايه باش ما تجيكش مكلزه، يعني من الداخل ما تجيكش معجنه بزاف. فحاولي تفتحيها غايه بهذه الطريقه كما رانا نلاحظوا في الفيديو. ومن بعد نجيب كميه من البطاطا المسلوقه اللي كنت حضرتها من قبل، وفيها حبه بيض ما ننساوش، يعني البطاطا هذيك درت فيها حبه بيض كومبلي. وهنا درت الفرماج تاعي تاع الشاف وزدت فرماج مربي، ونغلقها بهذه الطريقه كما رانا نشوف. ولكن حاولوا ترقوها مليح باش ما تجيكمش معجنه، يعني تجيكم فطائر روعه، يعني كما لي بيني. يعني هذه العجينه نقدروا بها نخدموا بها حتى لي بيني، يعني عادي. يعني نفس عجينه لي بيني. اذا باش تجيكم مقرمشه وما تجيكمش مكلزه لازم تحليها غايه، تفتحيها غايه بهذه الطريقه. وهنا كما تشوفوا الشكل جا كبير تاعهم. وهنا بعد ما نخليهم شويه يرتاحوا، من بعد نديرهم يتقلاو. يكون اكيد الزيت يكون سخون مليح، ونبقى نرمي عليهم في الزيت كما نلاحظوا حتى يحمروا معنا وياخذوا اللون الذهبي. وهذو هما الفطائر ديالنا تاع اليوم، يعني سهلين وخفاف، وكما رانا في الصيف خصنا حاجه خفيفه.